السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ في سلسلة جديدة بناء على طلب كتير من الزملاء، وهي إننا إحنا اتكلمنا على المستندات، اتكلمنا عن الميثود ستيتمنت، واتكلمنا عن الاي تي بي، ولكن اتكلمنا عنها بوجه عام كمستند. فكتير من الزملاء طلبوا بتطبيق مثال للموضوع ده. فاحنا النهاردة اختيارنا البند المباني ان احنا نعمل له ميثود ستيتمنت واي تي بي. وبصراحه اختياري البند المباني عشان بند المباني هو بند مش تخصصي بنسبه كبيره جدا. بتواجهنا ان مقاول المباني بيبقى مقاول بجلبيه من الاخر، فبنحتاج ان احنا في الاغلب اللي هنعمل له الميثود ستيتمنت. نرجع بنأكد وبنقول ان الميثود ستيتمنت بيعملها مدير التنفيذ، اوقات بيبقى المكتب الفني، تخضع للمراجعه من قبل الجوده وإدارة السيفتي. ولكن بسبب إن في مشاريع كتيرة أو شركات كتيرة بتبقى رامية الكورة دي في ملعب مهندس الجودة، فاحنا هنشرحها أيا كان، سواء اللي كان هيعملها مهندس الجودة أو المكتب الفني أو حتى مدير التنفيذ أو مهندس التنفيذ. فاحنا عاملين الورشة هنتكلم مع بعض، وكده كده هنروح للاي تي بي اللي هي تخصص أصيل من تخصصات مهندس الجودة. طب قبل ما نبدأ نتكلم، هي إيه البنود الممهدة اللي المفروض تكون معانا او نكون مخلصينها قبل ما نتكلم عن الميثود ستيتمنت؟ او احنا كده بنعمل تشيك ليست عشان نبدا اعمال المباني. ايه هي الحاجات اللي المفروض تبقى موجوده قبل الميثود؟ اول حاجه ان احنا يكون عندنا نوع طوب معتمد عملنا له اختباراته وتم اعتماد الطوب من قبل استشاري المشروع والعميل. تاني حاجة إن إحنا يكون عندنا اعتماد للمونة الأسمنتية اللي إحنا هنشتغل بيها، سواء بقى بكل تفاصيلها، بقى المونة التخليط الميكانيكي، المونة اللي إجهادها قد كده، المونة اتاخد لها مكعبات، أيا كان التوصيف، أو حتى مونة عبارة عن صندوق معايرة وبيقول لك حط كذا على كذا تشتغل بالمونة دي. أيا كان عيار المونة اللي هنشتغل بيها أو توصيفها تكون معتمدة معانا عشان ما نعطلش على حاجة زي دي. الحاجة اللي بعد كده أو الحاجة التالتة عندنا هي اعتماد الإكسسوارات. أي مباني بيبقى ليها الإكسسوارات بتاعتها، كانت التثبيت والمش وغيره من الإكسسوارات اللي إحنا ممكن نستخدمها، إن الحاجات دي تكون معتمدة من قبل استشاري المشروع قبل ما نتكلم عن ميثود ستيتمنت. وآخر حاجة وأهم حاجة هي إن إحنا يكون معانا شوب دروينج معتمد، لأن إحنا أساسا عشان أصلا نتكلم على ان احنا هنعمل ميثود ستيتمنت فاحنا لازم يبقى لينا مراجع في الكلام ده مبدئيا. طب ايه هي المراجع؟ اول مرجع بالنسبه لينا عشان نشتغل ميثود ستيتمنت هي البي او كيو بتاعت المشروع. ليه البي او كيو بتاعت المشروع؟ وممكن اساسا احنا بند المباني ما يكونش في البي او كيو بتاعتنا، ما يكونش في سكوبنا اساسا ان احنا نشتغل مباني، فاحنا بنلجأ للبي او كيو عشان نشوف البند موجود معانا ولا لا، وتوصيفه ايه، توصيفه حيطه، توصيفه نص حيطه، توصيفه مباني مقاومه للحريق، ايا كان. فاحنا اول مرجع بالنسبه لينا هو البي او كيو. تاني مرجع هي مواصفة المشروع. مواصفة المشروع بتبين لك التفاصيل الفنية الخاصة بالطوبة وبالاكسسوارات وبالبند عموما كتنفيذ واختبارات. فطبعا مواصفة المشروع هي ركن أساسي وأصيل في الموضوع. وطبعا المرجع الأهم والأخير هو الشوب دروينج المعتمد. حلو الكلام ده، تمام. نيجي بقى نفتح أول مستند من المستندات اللي احنا بنتكلم عليها، مواصفة المباني. مواصفة المباني دايما هتلاقيها بتتكلم عن المستندات التعاقد ومستندات الاعتماد وضبط الجودة. هنسيبنا من كل الكلام ده بما ان احنا النهاردة رايحين لفقرة الميثود ستيتمنت. ففي اي مواصفة هتلاقي في جزء اسمه التنفيذ. جزء التنفيذ ده بيتكلم عن الاختبارات واعمال شغل المباني نفسه، وعن شغل المونة او توصيف المونة. بيوصف الاكسسوارات وبيكلمنا عن الاختبارات اللي بتتم في الموقع والتوليرانس اللي احنا بنشتغل بيها. بالإضافة طبعا إن هو بيتكلم عن الأعتاب وأي شيء إضافي هيتم جوه البند، كل ده هتلاقيه متوصف بشكل دقيق. ولكن هو في الحقيقة مش بيبقى متوصف بشكل دقيق، هو بيبقى قايل إيه مثلا؟ دايما هتلاقي المواصفة بتتكلم كلام شبه عام، زي مثلا هيقول لك إيه، ما تشتغلش بأقل من نص طوبة، إن تقطيع الطوب يتم بطريقه ميكانيكيه يعني ما نكسرش الطوب. هتلاقيه بيتكلم عن التوليرانس او السماحيات في استلام اعمال المباني.
هتلاقيه بيتكلم عن الوصلات بتتحط كل قد ايه، بس المواصفة هنا هتلاقيه بيقول لك من الى او بحد اقصى كذا، عشان ده برضو الكلام ده الناس اللي بتشتغل الشوب دروينج هم اللي بياخدوا التفاصيل دي من الى، وهم اللي بيثبتوا لنا ارقام اللي هنتكلم عليها في الريفرنس التاني او المرجع التاني اللي احنا بنشتغل بيه. بيثبتوا لنا ارقام معينه، بس دايما هتلاقي المواصفه بتقول لك من الى او بحد اقصى قد كده. يقول لك الفاصل مثلا ما بين او الكانات بتتحط، كانات التثبيت الجانبيه هيديك توصيفها ان هي مثلا كان جالفانايزد او كان مجلفنه، قطاعها قد كده بدخانه لا تقل عن قد كده، بتتحط بحد اقصى كذا سنتي. فبعد كده هنرجع بعد كده ان شاء الله واحنا بنتكلم في جزئيه اللوحه، هتلاقي التفاصيل واضحه معاك بشكل افضل. هتلاقيه بيوصف لك العراميس واقل تخانه للعرموس واكبر تخانه للعرموس. هتلاقيه بيكلمك في التوليرنس عن الافقيه والراسيه. هتلاقيه بيقول لك ان مثلا الفيرست كورس او القد بتاع المباني بيبقى بكام طوبه. هيقول لك ان ركوب الطوبه على الطوبه قد ايه، هل الطوبه نص بنص ولا تلت بتلتين. فدايما هتلاقي الكلام بيتكلم بشكل عام، وفي دايما من الى او بحد اقصى قد كده، اللي هو كلام انت في الحقيقه يعني لو خدته ونقلته للميثود ستيتمنت، فالميثود ستيتمنت هتبقى مش دقيقه قوي الا في بعض البيانات اللي ممكن بيديها بشكل سليم. يعني مثلا انا في الورقه اللي قدامي دي دلوقتي بيقول لي ان العرموس تخانته او الثيكنس بتاعه سنتي. خلاص هو هنا قال رقم واضح وصريح، خلاص يبقى هي سنتي، حتى هتروح في الشوب دروينج هتلاقيها سنتي. تمام. ده كده بالنسبه للمواصفه في الجزئيه اللي تخص اعمال التنفيذ. لو رحنا بقى مع بعض للمرجع التاني المهم جدا بالنسبه لينا، وهو اعتقد هو الاساس اللي احنا بنستوحي منه كل الكلام اللي احنا بنكتبه، اللي هي اللوحه. في اللوحه هتلاقي كل التفاصيل اللي انت محتاجها. القد، كام طوبه، الكانات بتركب كل قد ايه، المش لو في مش، او الشبكه اللي بتركب ما بين المداميك لو هي بتركب هتركب كل قد ايه. لو انت شغال هولو بلوك هيقول لك العين بتاعت الهولو بلوك لو احنا بنملاها مونه او جواها سياخ حديد دي بتبقى كل قد ايه بنملى المجماك وكل قد ايه بنحط سيخ. الشوب دروينج هيديك كل التفاصيل اللي انت محتاجها بخصوص الارقام دي، شكل الكانة، تخانتها، طولها، عرضها. طبعا احنا المفروض الكلام ده نكونه احنا اعتمدناه خلاص، ولكن انا بتكلم ان احنا ايه كتوصيفيا بشكل تفصيلي هتلاقي الكلام ده موجود في الشوب دروينج اللي في ايدك. المواصفة هتديك كلام شبه عام عن الموضوع. نروح بقى للحاجة الرئيسية اللي احنا بنتكلم عليها هنا، وهي الميثود ستيتمنت. طبعا ممكن نرجع لحلقة الميثود ستيتمنت عشان نفهم او نعرف اكتر عنها كمستند وبتبقى متقسمة ازاي. احنا هنمشي تقريبا بنفس التقسيمة اللي احنا كنا بنتكلم عليها. اول حاجة في الميثود ستيتمنت هي السكوب او السكوب اوف ورك، نطاق العمل، اللي هو بالنسبة لنا المرة دي بشكل واضح وصريح احنا نطاق اعمالنا هي اعمال المباني، اعمال المباني الداخلية، اعمال المباني الخارجية، اعمال المباني عموما. لو عندنا اكتر من نوع من المباني فهنقول اعمال المباني الكذا. تمام. تاني فقرة الريفرنس. الريفرنس عندنا زي اللي قلنا عليه من شوية، عندنا مواصفة المشروع، عندنا البي او كيو، وعندنا الابروفد شوب دروينج. ده كده بالنسبة للمراجع. الفقرة الثالثة الريسبونسابيلتيز أو المسؤوليات. دي يعني دي نقطة خلافية. يعني أنا كمهندس جودة، أنا مش أنا اللي بوزع المسؤوليات على الناس بتاعت سواء الكونستراكشن مانجر ولا السينيور ولا السايت انجينير. دي في شركتك بيكون في قائمة بالمسؤوليات لكل تايتل، دي بتتحط زي ما هي. سواء انت عندك هنا كونستراكشن مانجر، عندك السينيور سايت انجينير، وعندك السايت انجينير، المساح، مدير الجودة أو الكيو سي مانجر، الكيو سي انجينير. دول بيبقى ليهم المسؤوليات بتاعتهم حسب التوصيف اللي موجود في الجوب ديسكريبشن بتاعت الموظفين دول او الزملاء دول. انت بتاخدها بقى هي جاهزه عندك، بتاخدها من المكتب الفني. هي المفروض اساسها ان هي هتبقى موجوده مع الكيو اي او مع الاتش ار اللي موجود عندك، او ممكن تاخدها كاسطمبه ثابته. لو ما فيش اورجانيزيشن متكامله عندك في المشروع هتكتب بس التايتل اللي موجوده وكل واحد دوره ايه زي ما هو باين كده قدامك. نخش بقى على الجسد بقى الميثود ستيتمنت. عندنا طبعا في اعمال تمهيديه. تمام. ايه هي الاعمال التمهيديه؟
احنا مثلا مبدئيا عندنا ان بيتم تنظيف الارض وازاله كافه المخلفات اللي موجوده. احنا هنفترض ان احنا دلوقتي واقفين على سقف في الدور الفلاني في عماره وعايزين نشتغل مباني. ايه اول حاجه هنعملها؟ ان الدور ده بالكامل هيتنضف، تمام، تشال اي مخلفات. الحاجه المهمه جدا هي اعمال المساحه، ان المساحه هتيجي ترمي الاجساد بتاعتها. المساحه رمت اجسادها وسلمتها، وفي ايدينا الريكوست بتاع المساحه ان الدور الفلاني في العماره الفلانيه تم توقيع الاجساد والمحاور بتاعتها، وان الاستشاري استلم الكلام ده، عشان ده هيبقى مبني عليه كل الشغل اللي احنا هنشتغله دلوقتي جوه الميثود ستيتمنت. او لما هنيجي نسلم الشغل لو احنا معناش الورقه دي، يبقى احنا ممكن كل اللي احنا استلمناه ملهوش اي ثابت، لان مثلا ريكوست المساحه مرفوض، فاحنا كده ما عملناش حاجه. كل اللي احنا الخطوط اللي احنا كنا بنقيس منها دي مش متسلمه او ممكن تكون غلط اصلا. بعد كده عندنا اعمال التشوينات اللي بتتم طبعا في كل دور او في كل منطقه هنشتغل فيها، سواء ان احنا بنحط الطوب في اماكنه طبقا، واللوح بنحط وبنوفر الميه والاسمنت. يعني بتتم عمليات التشوينات كامله كجزء من اعمال التنفيذ. نيجي بقى لأعمال التنفيذ نفسها. أعمال التنفيذ بنبدأها بإن إحنا بنحدد أماكن الحوائط وأماكن الفتحات، سواء كانت أبواب أو شبابيك، وخصوصا الأبواب لأن هي بتبقى باينة معانا من الفيرست كورس أصلا. نبدأ نحدد الأماكن دي حسابا أو من نقط المساحة أو من أجساد الموقعة لنا المساحة. بنلقط كده بالمتر وبنعرف أماكن الحوائط وبنحدد مكانها. الخطوة اللي بعدها إن إحنا بنرش الجزء اللي فيه المباني بالمية. اللي بعدها إن إحنا بننسم أو بنرش الطوب اللي إحنا هنشتغل بيه بالمية، مش بنغمره، بنرشه بس بالمية. والنقطة دي يعني ليها علاقة كمان بالأبسوربشن بتاع الطوبة، على الطوبة معدل امتصاصها قد إيه، وبناء عليه بيبقى فيه تكنيك لموضوع رش الطوبة بالمية أو غمرها بالمية أو نرشها قبل ما نشتغل بيها بيوم أو أيا كان. يعني الحسابات اللي بتتم على النقطة دي حسب التوصيات اللي جاية من اختبار الامتصاص الخاص بالطوبة. بعد كده بنفرد المونة في المكان اللي احنا هنشتغل فيه، اللي هو مكان الجدار أو مكان القد اللي احنا هنقده. بعد كده عندنا بنحط المونة بشكل جانبي على الطوب اللي احنا هنشتغل بيه. بس واحنا بنحط المونة واحنا بنرص الطوب بنراعي حاجة: العرموس. لو احنا مثلا عندنا العراميس او المونة او مسافة المونة او مساحة المونة اللي موجودة ما بين الطوبة والطوبة، لو احنا هنا وده المرجع بتاعنا بيبقى المواصفة، هل هي بتنص على سنتي، هل هي بتنص على سنتي بوينت 2. يعني دايما هتلاقي في اختلاف، مثلا ان ما بين الطوبة والطوبة العرموس بيبقى سنتي، انما ما بين الطوبة مثلا وعمود الخرسانة او جدار او الكاميرا اللي فوق المباني، لو في كاميرا او سقف اللي احنا بنربط عليه، هتلاقيه مثلا سنتي بوينت 2 او 12 ملي. فحسب هنا برجعنا بيبقى المواصفة، بتشوف الرقم اللي منصوص عليه في المواصفة كام وبتكتبه. بعد كده بنيجي لبند الاكسسوارات، سواء كانت او المش او الشبك اللي احنا بنحطه ما بين المدامين. المرجع دايما في كلامنا عن النقطة دي بعد الاعتماد، طبعا بعد ما بنبقى معتمدين الاكسسوارات دي، المرجع بتاعنا هو بيبقى الشوب دروينج. هتلاقي موضح عندك في الشوب دروينج الكانة بيتم وضعها كل قد ايه. لو افترضنا مثلا الكانة بتتحط كل 3 مداميك، المش بيتحط كل 4 مداميك، وده تقريبا في الأغلب دايما بتبقى دي الجنرال بتاع الموضوع. ولكن طبعا انت بترجع للشوب دروينج اللي معاك وبترجع للتيبيكال ديتيل اللي موجودة بالنسبة للمباني اللي انت هتشتغلها، فبتقول نصا ان انا مثلا هستخدم الكائنة الفلانية كل 3 مداميك، وهستخدم المش الفلاني كل 4 مداميك. بعد ما خلصت القبض اللي هو طوبة او طوبتين او 3 حسب اللي مطلوب منك، ركبت الاكسسوار المطلوب، حافظت على العراميس الأفقية والرأسية والعلاقات مع المباني. وطبعا في البداية كنت موقع الحيطان ومعاك الريكوست بتاع المساحة بتاع الأجساد، هتروح مطلع اي ار بقد مباني الدور كذا، الشقة رقم كذا، أو الدور رقم كذا لو أنت بتقد دور كامل على بعضه، وبترفق مع الريكوست بتاعك الاي ار الخاص بأعمال المساحة، عشان الاستشاري هيجي يقيس من نفس الأجساد اللي أنت كنت بتقيس منها. تمام. فرضا إن الدنيا تمام والاستشاري استلم منك القد بتاعك، الخطوة اللي بعدها إن إحنا بنستكمل الأعمال. نستكمل الأعمال إن إحنا بنقول إحنا هنستكمل أعمال المباني. لو أنت عندك شرط بعدد مداميك معين في اليوم بتكتبه، يعني في بيقول لك إن أقصى ارتفاع بنعمله هو متر، فلو في شرط فهتكتب إن إحنا هنشتغل متر ونستكمل الأعمال في اليوم التالي. لو ما فيش الشرط ده
فانت هتكتب ان احنا بنستكمل الاعمال مع الحفاظ على الرأسية والافقية الخاصة بالاعمال طبقا والسماحيات اللي موجودة في مواصفة مشروعك، او لما مفيش في مواصفة مشروعك يبقى طبقا والسماحيات اللي بينص عليها الكود المصري للاعمال المباني او المواصفات القياسية المصرية للاعمال المباني. تمام. بترجع تكمل كلامك ان احنا هنشتغل او هنرفع المباني وهنركب كل الاكسسوارات هيتم تركيبها حسب الشوب دروينج، او تقدر تقول عليها كمان نصا. كل 3 مداميك زي ما قلنا للكنات، كل 4 مداميك بالنسبة للمش. هتوضح اذا كان طرف الرباط اللي احنا بنعمله في استكمال العمل او طرف الرباط عموما، هل احنا بنشتغل نص طوبة مع نص طوبة، او يعني نص بنص، العرموس بيبقى قاطع بالنص ما بين الطوبة والطوبة، او بتشتغل تلت وتلتين. ولو احنا وقفنا وهنستكمل اعمال تاني يوم، ان احنا بننظف السطح القديم وبنشيل اي لوز او اي رايش موجود فوق المباني، وبنرش مية وبنستكمل اعمالنا تاني في اليوم اللي بعده. تمام. طب احنا كده بنشتغل لحد ايه؟ بنشتغل لحد ما نوصل العتب، سواء بتاع البيبان او الشبابيك. تمام. يبقى عندنا خطوة كمان هنتكلم فيها، وهي الاعتاب. الاعتاب المفروض بتبقى متوصفة عندك في مواصفة المشروع. هيقول لك ركوب العتب يمين الفتحة قد ايه، وركوب العتب شمال الفتحة قد ايه، اقل دبث او اقل عمق للعتبة هيبقى قد ايه، في 10 سم 15 سم. الركوب هيبقى 10 15 20 ايا كان اللي المواصفة هتنص عليه هنطبقه. بالإضافة إن هي بتبقى موجودة عندنا في لوح الشوب دروينج، بيبقى موجود في سيكشن أو قطاع موجود في الجنب بيبين لك الركوب يمين وشمال بيبقى قد إيه، بيبين لك الدبس بتاعها أو عمقها بيبقى قد إيه، وبيبين لك كمان تفاصيل تسليحها. بنعمل أماكن سليف، بنحط السليف للأماكن اللي هتعدي منها المواسير، سواء كانت مواسير الكهرباء أو مواسير الميكانيكا، عمل الMAB عموما. بنحط سليف عشان تعدي منه، عشان ما يجيش يكسر في الشغل بتاعنا. بنتكلم عن أعمال التشحيط، إن هو لما بيوصل الجدار لآخره إيه اللي إحنا هنعمله. إن إحنا مثلا بنحط طوب أو كسر طوب، أو بنحط سن، أيا كان حسب المواصفة هتلاقي فيها دايما بيتكلم على نقطة التشحيط وإيه المطلوب منك تعمله في نقطة التشحيط. هناخد نفس الكلام اللي هو بيقوله وهنكتبه. وبعدين بنملي بقى حوالين الاكسسوارات. بعد ما بنخلص اللي احنا قلنا عليه، بنملي بقى حوالين الاكسسوارات، بنملي القطع او المسافات اللي موجودة مثلا ما بين الحيطة والمباني، ايا كانت النقط دي بنملي كل الكلام ده. وهنا برضو ممكن نتكلم على بند التكحيل، ان احنا بنكحل العراميس بتاعت المباني كلها. دي في طبعا اشكال لموضوع التكحيل، في اللي هو النص دايرة، وفي اللي هو على شكل في. ممكن مواصفاتك ما تبقاش تتكلم على حاجه زي كده، ما تورطش في نفسك بحاجه تبقى ملزم بيها اكبر. في اللي بيقول لك ان الفيرتيكال يبقى على شكل حرف في، وان الهوريزونتال بيبقى على شكل حرف يو. بلاش ندخل في التفاصيل دي، او ارجع لمواصفتك شوف هو طالب منك ايه، طالب منك شكل التكحيل بيبقى عامل ازاي، وبنلتزم بيه. طبعا بتكحل وش وظهر للمباني، وبتحاول تساوي المباني من ناحيتين على قد ما تقدر، مع طبعا الالتزام بالهوريزونتال والفيرتيكال اللي انت شغال بيهم ضمن التولرنس بتاعت المشروع. خلصت النقطة دي، بعد كده عندك انك انت بتنظف الحيطة. خلاص كحلت، عملت كل حاجة. هتلاقي بقى شوية مونة على الطوب والعراميس مش عارف مالها. هتنظف كل الكلام ده عشان تجهزه لأعمال التسليم. وانت برضو بتنظف لقيت في طوبة مكسورة، سواء الايدج بتاعتها او شفتها مكسورة، سواء الطوبة فيها شرخ قوي، ايا كان الحاجات دي كلها بنستبدلها. مع ان احنا المفروض من الاول بنراعي الكلام ده واحنا بنرفع الحيطة، ان احنا بنستخدمش طوبة يكون فيها اي كسرة او حاجة زي كده. واخيرا وليس اخيرا بنتكلم على بند الكيورنج، اللي هي في الاغلب بتبقى رش بالمية لمدة 3 ايام من انتهاء اعمال المباني او من انتهاء اعمال رفع المباني. تمام. بعد كده ده كده خطوات التنفيذ. بعد كده عندنا احنا بنشير للتوليرانس، مع ان التوليرانس برضو بتبقى موجوده في الITB واحنا بنستلم، ولكن برضو ممكن تبقى موجوده في الميثود ستيتمنت. التوليرانس بناخدها منين؟ التوليرانس مصدرها الرئيسي هو المواصفه الخاصه باعمال المباني. هتلاقيه بيقول لك ان في الوزنه الافقيه قد كده، في المقاس اللي بناخده من الاكس قد كده، العرموس خلوصه الستاندر سنتي بلس اور ماينس ملي 2 ملي. التوليرانس دي بتبقى موجوده في المواصفه بتاعتك. مش موجوده في المواصفه بتاعتك، ترجع للمواصفات القياسيه لاعمال المباني. بعد كده عندنا من ضمن الحاجات اللي بتبقى موجوده في الميثود ستيتمنت هي الريسك اسسمنت او GHA بتاعت البند.
ده طبعا مش شغل جودة خالص. ده انت كل اللي هتعمله انك انت هتروح لزميلك بتاع السيفتي او زميلك المتخصص في عمل السيفتي في المشروع، هتقول له انا عايز الريسك اسسمنت او GHA بتاعت اعمال المباني. هيسألك كام سؤال: هو الشغل على سقالة؟ هو الشغل في اماكن مقفولة؟ هنرد على كافة الأسئلة، وهو في الأغلب هي بتبقى معاه جاهزة، هو بيديها لنا عشان نرفقها في الميثود ستيتمنت. في نقطة احنا ما اتكلمناش عليها وهي بتبقى دايما موجودة في الميثود ستيتمنت، اللي هي المان باور اند تولز. عشان كده والله يعني موضوع الميثود ستيتمنت ده لما بنقول ان هو مش بتاع الجودة، يعني والله بيبقى ده شيء من الانصاف، عشان ما ندخلش في تفاصيل احنا مش بتاعتنا ومش احنا اللي بنحددها، لان ده الموضوع ليه علاقة بقى بمعدلات الانجاز، وهو عايز ناس قد ايه، والجدول الزمني، واحنا المفروض نخلص المباني في قد ايه. فيعني ما كناش بنحب نورط نفسنا في الموضوع ده، بس خلينا مع بعض للاخر بحيث ان احنا برضو ايه ما نقصرش في شرح حاجة. بالنسبة للأدوات فهي أبسط ما يكون. بنتكلم على الميكسر أو الخلاطة الميكانيكية اللي احنا هنشتغل بيها. بنتكلم على المنشار اللي بنقطع بيه الطوب، لأن طبعا في الأغلب المواصفات هتقول لك إن الطوب ما بيتقطعش أو ما بيتكسرش تكسير، بنقطعه بمنشار. بنتكلم على المنشار أو الحاجة اللي احنا هنقطع بيها مواسير السليفز الكهرباء والحاجات اللي احنا بنشتغل بيها. بنتكلم على التولز نفسها اللي بيستخدمها البنا، سواء الميزان المية، سواء المسطرة الألمنيوم أو الدراع الألمنيوم اللي هو بيشتغل بيه، والمسطرين ومش عارف إيه، اللي هي كل الأدوات البدائية البسيطة اللي بيستخدمها البنا. بنكتب الكلام ده كله مع بعضه إن دي الأدوات اللي هنستخدمها في أعمال المباني. ده كده باب الميثود ستيتمنت شبه اتقفل معانا خلاص. الامور هتختلف حسب مشروعك، انت شغال هولو بلوك، انت شغال سوليد، في بعض الاشتراطات. زي مثلا احنا كنا بنتكلم على بند التشحيط من شويه، فلو انت بتشتغل فاير ريتد مازونيري او فاير ريتد بلوك، فانت في الحاله دي ما عندكش بند التشحيط، بتستبدله بالفاير ريتد سيلنت بتوصيفه بقى، وانك انت بتسيب مثلا 2 سم او سنتي ونص، وبتحط الباكنج رود، بعد كده بتحط السيلنت. هنا مشروعك هو اللي هيحكمك، ومواصفات مشروعك هي اللي هتحكمك. مع طبعا المقايسه بتتاكد من البند، وبعد كده بتروح للمواصفه، بعد كده معاك اللوحه تتاكد من المسافات اللي هو عايزها قد ايه. وبعد كده مش بنتكلم على بند الفاير ريتد سيلنت، احنا بنشير ان هيبقى فيه كذا، لان الفاير ريتد سيلنت نفسه هيبقى ليه الميثود ستيتمنت بتاعته، احنا بس هنشير ان احنا هنسيب المسافه قد كده للاعمال التاليه او لاعمال الفاير ريتد سيلنت. ده كده بالنسبه للميثود ستيتمنت. نروح للجزئيه بقى اللي هي تخصنا بشكل اساسي، واللي هي يعني حسب كل الاعراف والبروتوكولات الدوليه هي بتاعه الجوده، اللي هي الانسبكشن اند تيست بلان. الموضوع مقسوم عندنا لثلاث حاجات. ممكن برضو نرجع لحلقه الاي تي بي، هتشوف هو كدوكيومنت شكله عامل ازاي. احنا النهارده هنخش على طول جوه الشيت الاكسل اللي احنا بنشتغل عليه. الموضوع مقسوم عندنا لثلاث اجزاء. الاجزاء اللي هي قبل ما نشتغل، اللي هي الاعتمادات: شوب دروينج معتمد، ماتيريال معتمده، طوب معتمد اللي هو يعني طوب معتمد، اكسسوارز معتمده، خلطه اسمنتيه اللي هنشتغل بيها معتمده. وبرضو لو في اي اختبارات نفس الكلام، بس الاختبارات بتكون تمت لسه، مش حاجات هتبقى ان بروجرس. طبعا في الجزئيه دي احنا بنبقى ويتنس، او ما بنبقاش احنا طرف اصيل في الموضوع ده بيتعلق مثلا خصوصا في الشوب دروينج، ولو الماتيريال مش معانا مع الماتيريال انجينير او المكتب الفني، احنا بنبقى ويتنس عشان نعرف ان الحاجات دي تم اعتمادها واللوح تم اعتمادها. بتبقى ما بين المكتب الفني والاستشاري، او تحديدا المكتب الفني للاستشاري. وطبعا بنشيك على الأعمال المساحية والريكوست بتاعها، ده من ضمن الأعمال التمهيدية. الجزئية التانية بتتكلم على الانسبكشن. احنا كده زي ما كنا بنتكلم من شوية، فاحنا كده عندنا أول انسبكشن هنعمله هو انسبكشن القد. فاحنا بنشيك القد ده في مكانه، الفتحات أو مثلا هنا هتبقى البيبان هي اللي باينة معانا، فتحات البيبان مقاسها سليم، الاكسسوار تم تركيبه. بعد كده عندنا بنتابع الشغل وهو in progress. بعد كده عندنا الرفع لحد الأعتاب. بعد كده عندنا بنستلم الأعتاب نفسها، ده استلام على جنب لأن ده تعتبر خرسانة. بعد كده عندنا الرفع. في الرفع بنشيك على الأفقية، بنشيك على الرأسية، بنشيك على القراميس، بنشيك على النظافة، بنشيك على وجود الإكسسوارات في الجنب، ونبص كده في الأماكن اللي المفروض يبقى فيها إكسسوارات، بنتأكد إن اللي مش موجود زي ما هي كده باينة قدامك. بنشيك على الفتحات، الأبواب ومقاسها وارتفاعها قياسا من الشرب.
الشبابيك نفس الكلام، اي فتحه كلوكيشن بنشيك عليها تاني، كارتفاع، كمنسوب. طبعا مش كل الحاجات دي بيبقى ليها ريكوست، فاحنا بنبين واحنا بنكتب ايه الحاجه اللي بيتعمل لها ريكوست زي القد مثلا، وايه الحاجات اللي بيتشيك عليها ضمن ريكوست تاني. يعني مثلا في الرفع بنشيك على الفتحات، الشبابيك ومقاسها من الشرب. في القد بنشيك على البيبان. فالحاجه اللي ليها ريكوست هنشير ان هي ليها ريكوست، والحاجه اللي ملهاش ريكوست يبقى هي مضمومه مع انسبكشن تاني في ريكوست مختلف برضو يخص نفس البند، سواء كان ريكوست الرفع او ريكوست القد. ما بعد ذلك عندنا الكيورنج. الكيورنج ان احنا بنتابع اعمال الكيورنج او بنتاكد ان اعمال الكيورنج بتدور. ده كده الموضوع باختصار. انما بقى هنتكلم، لو هنتكلم بقى على الحالات اللي هي ويتنس والهولد بوينت والريفيو والكلام ده، فالموضوع ده يعني اعتقد ان هو بيبقى واضح الى حد ما. مثلا في القد اكيد الكواليتي كنترول بيبقى هولد بوينت، واكيد الاستشاري بيبقى هولد بوينت، عشان احنا مش هنقدر نرفع الحيطه من غير ما نسلم قد. طب الاعمال الان بروجرس لا، مش هنبقى هولد بوينت، احنا بنمر وبنشوف، والاستشاري كذلك بيمر وبنشوف، احنا مش هنفضل واقفين او مستنيين ان كل طوبه نعملها بتتسلم، فلا. عندك بعد كده طبعا الانسبكشن النهائي او في الفول هايت، لا دي احنا هنبقى هولد بوينت والاستشاري هيبقى هولد بوينت. في اعمال الكيورنج نفس الكلام، انا مش شرط كل يوم اطلع اتاكد ان الطوب بيترش، بس وانا ماشي بتاكد، وانت في انسبكشن تاني بتبص بالصدفه معدي فبتتاكد. فالموضوع بيبقى ايه، خاضع للجدال والسجال، مش من كلمه واحده. بس في حاجات يعني بيولوجيك بنعرفها، ان ايه اللي المفروض يبقى ليه بنبقى عليه هولد بوينت، وايه اللي مش المفروض نبقى عليه هولد بوينت. وبنرفق هنا مع كلامنا عن الاي تي بي التشيك ليست. التشيك ليست اللي هي الكلام اللي احنا كنا بنقوله من شويه، نفس الفقره الثانيه اللي احنا كانت موجوده في الاي تي بي، اللي هي بنستلم القد، بنستلم الاكسسوارات، بنستلم الفول هايت، بنستلم التشحيط، بنستلم العراميس، وبنتاكد من الافقيه والراسيه للحوائط ومن تركيب الاكسسوارات. هي دي بكل اختصار التشيك بوينت اللي احنا هنشتغل عليها. اعتقد ان احنا كده لمينا الموضوع باختصار، بس اختصار يعني مش مخل. اتمنى ان انا اقدر اعرف اطور السلسله دي من الحلقات او الورشه دي التانية. عشان كده انا محتاج منكم ان كنتوا تقولوا لي مقترحات، عشان سواء لعناوين، سواء لتطوير المحتوى، سواء حاجه انا اختصرتها وكروتها وانا مش حاسس. فياريت اللي عنده اي تعليق او اي تساؤل او اي حاجه، او اي حاجه نطور بيها المحتوى بشكل كويس، عشان الموضوع ده هيفيدني جدا. واسمحوا لي أقول: يخلف القادة قادة، والجندي عشرة، والشهيد ألف مقاوم، فهذه الأرض تنبت المقاومين كما تنبت الزيتون. شكرا جزيلا ليكم، أنا طولت عليكم جدا. أنا محمد الدرملي، ودي الورشة من شغل جودة.